زي ما انت شايف لون التيشيرت كده، النهارده هنصور حلقه في حب المانجا. ساعه ما الصيف دخل وموسم المانجا ابتدى، معظم محلات الحلويات بتبدا تعمل بقى ايه شويه افتكاسات كده بالمانجا. النهارده انا طلبت كل اختراعات المانجا اللي لقيتها السنه دي من نولا، اكسبشن، لابار، تسيبس، عشان نجربهم ونعرف مين فيهم الحلو ومين فيهم اللي مش قد كده. خلينا نعمل لايك وشير لو بتحب المانجا، وخلينا نبدا باول حاجه معانا النهارده. لابار عامل حاجه اسمها توتي مانجو كاب او توتي مانجو كاب. المفروض ان هي سويس رول وكريمه مانجا وطبقه مانجا كده من فوق. طبقه المانجا اللي فوق بصراحه كتير شويه، مبدئيا حلو. سعر الكاب ده 50 جنيه. هو سعر المانجا دلوقتي تقريبا في السكري مثلا بيلعب في 30 جنيه. كلها كريمه بس تقريبا. بسم الله. حطيت له صوص. هي كريمه المانجا سايحه كده شويه عشان الحر ده. عاجبني ان طبقه السويس رول اللي تحت دي خفيفه جدا، يخينه كده. لا، الموضوع كله عباره عن مانجا وكريمه مانجا ولمسه كده كيك يعني، فطعم الكريمه مغطي على طعم المانجا نفسها اللي من فوق. بس هي حلوه بصراحه يعني، لا عجباني جامده جدا. دي توتي من لابار او توتي من لابار، حلوه بصراحه. مش باعتين معلقه، مش باعتين شوكه، مش باعتين اي حاجه. الحاجات دي كلها انا طالبها من طلبات ما عدا نولا عشان ما لقيتوش على طلبات. خلينا نشوف سيبس. الزبده دي كانت مدلوقه يعني، حرفيا لقيت المانجا تحت والملفي فوق والبتاع دي مقلوبه على ظهرها. الواد خد مطب كده دبل كيك، قلب الدنيا كلها فوق بعضها. مانجو ملفي سعرها 35 جنيه. حاسس فيها ابداع كبير قوي يعني. قطعه ملفي وكريمه العاديه، وحاطط زي شريحه مانجا كده من فوق، شريحه سلايسات مانجا يعني. تحسها مش مانجا طبيعي، تحسها سلايسات مانجا كده. ودي حتى ما اعرفش الكريمه اللي جوه دي كريمه مانجا ولا فانيليا. بسم الله. مش اي طعم مانجا في الموضوع، بوت مانجا، فمش حاسس باي طعم مانجا في الموضوع. هو كملفيه شغال، هو بس طبقاته كتير شويه عن حتى حجم الكريمه اللي جواه يعني. ما تحسش حتى ان الفيه بيبص كريمه كده. هو مقلل السكر شويه عشان مع المانجا نفسك ما تجزعش، بس مش حاسس فيه بطعم حاجه مسكره او طعم حاجه حلوه. كمان موضوع المانجا الكمبوت ده مش حلو خالص، ما تحسش انك بتاكل مانجا كده. مجملا كده لا، في احسن من كده يعني. الكريمه اللي من جوه دي لو كانت مانجا اصلا كانت هتبقى اجمد، ولو من فوق كانت قطع مانجا كانت برضه هتبقى اجمد. نولا ده انا رحت جبته، وده اغلى حاجه معانا النهارده تقريبا، واصغر حاجه كمان معانا. بس هي حجمها بصراحه تقيل. عامل حاجه اسمها تريليتشي مانجا. في ناس بتسمي التريليتشي دلوقتي في مصر اشطوطه. ايه بقى التريليتشي مانجا دي؟ بتبقى عباره عن كيكه مسقيه لبن محطوط عليها كريمه ومحطوط عليها اضافه. هنا هو حاطط مانجا وحاطط قطع مانجا كتير بصراحه يعني، كوبايه مليانه مانجا ومانجا طبيعي، والكريمه شكلها حلو يعني. خلينا ندوقها واقول لكم سعرها في الاخر. ده الوحيد اللي جايب معلقه معاهم. هنا حلوه قوي، كيكه كريمه مانجا حلو قوي. وعاجبني ان اللبن مش مؤثر على طعم الكيكه اللي من تحت، لان انا دقت التريليتش قبل كده بتحس طعمها لبن بس. كمان طبقه الكريمه اللي فوق الكيكه طعمها حلو كده، تحسه طعمه نظيف. كميته حلوه ما بين المانجا والكيكه، بتحس ان الميكس كده كله في بعضيه جامد. طعم المانجا نفسه حلو، متقطع مربعات كبيره كده. مانجا يا معلم، انت بتاكل مانجا طبيعي. سعر الكوبايه دي من نولا 95 جنيه. ده الحجم الصغير اللي هو بيكفي فرد تقريبا. الطريقه اللي بعد كده معانا من اكسبشن، وانا بحب في اكسبشن ان هو بيديك قيمه مقابل سعر شويه. اسعاره حنينه شويه بس بيديك حاجه حلوه. هو عامل ايه؟ اكسبشن عامل مانجا اكلير. ده التاني اكلير عادي من تحت، اوكي، وحاطط عليه زي طبقه شوكولاته بيضه وطبقه كريمه خفيفه وثلاث قطع مانجا بالظبط. في المارك بتاعهم بتاع اكسبشن. في ارخص حاجه معانا الاكلير ده سعره 28 جنيه. دول مانجا بس الاول لوحدها غلا، بس ثلاث قطع يعني. شريحه بصوا عامله ازاي يعني، 3 شرايح مانجا بالشكل ده، ما بتلحقش تاكل مانجا. المفروض ان هي محشيه كريمه من جوه. كنت متوقع ان هي كريمه مانجا بس حاسسها لا يعني كريم باستري عادي. مشكلته بس ان الاكلير نشف شويه، وما حسيتش برضو قوي بطعم المانجا. ان انت عاوز تاكل حاجه بالمانجا، فاهمني، عاوز تاكل مانجا مش 3 شرايح صغننين. هي 28 جنيه ارخص حاجه معانا النهارده، بس ما فيهاش ريحه المانجا قوي. بما اننا لسه برضو في نص الصيف شويه، فمتوقع ان في محلات حلويات تانية بتعمل اختراعات بالمانجا. بس ده اللي قدرت الاقيه لحد النهارده. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير، لان ده فعلا بيدعم الفيديو وبيدعم المحتوى. ما تنسوش لو حابين تشتري حاجه من على نون دخلوا البروم كودز دي، تاخدوا خصم توصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.